اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. بسم الله ما شاء الله. شايفين الصينية الروعة دي؟ للناس الأكيلة الأكيلة الأكيلة. اللي أول مرة تشوف قناتي ما تنسيش تشتركي لي في القناة وتفعلي زر الجرس، علشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد من وصفاتي اللي بنزلها بإذن الله. والصينية الجامدة قوي دي عايزة منكم لايك لايك لايك. وتعالوا بقى نخش نشوف عملنا الجمدان ده ازاي. اول حاجة كده هنحط حلة ونسخنها على النار، ونحط فيها معلقة سمنة، ونكون جايبين فص توم كده صغيرة حسب الكمية طبعا اللي هتعمليها، وتكوني دقاها بشوية ملح وفلفل اسمر، وكمان معاها قرن فلفل كده ايه حراق اخضر. حلو الكلام، حلو الكلام. نديها بقى كده ايه لون كده بسيط، والريحة تطلع علينا كده زي الفل. بسم الله ما شاء الله. الأكلة دي للناس الأكيلة زي ما أنا قلتلكوا، الناس اللي بتحب الأكلات الحلوة قوي، اللي بتفتح النفس قوي، اللي انتوا شفتوها معانا الفتة والكوارع. يا سلام. هنكون بقى مجهزين كده الخل بتاعنا علشان ننزل بيه على التومة بعد ما تدينا اللون الجميل ده. طبعا ايدك فيها عشان ما تلونش معاك. اول حاجة تنزليها على التوم زي ما قلت الخل. ما يلا يا ستي حطي الخل، لا اله الا الله. حلوة قوي كده، لونها جميل والله. طيب ماشي، دينا مستنيه. نزلنا بالخل. ماشي، عارفين ان ده خل. قال يعني بتعرفكم ان ده خل. ماشي. وهنسيبها كده تغلي غلوة بسيطة زي ما انتوا شايفين. نكون مجهزين معانا الطماطم ضربينها وننزلها عليها، ونحط عليها بقى شوية ملح وفلفل اسمر وكمون، بس نعمل حسابنا اللي احنا حاطين في قلب التوم، ونسيبها كده تغلي مع بعضها. نيجي بقى نعمل شوية الرز الابيض. وازاي؟ هقولك على سر خطير يخلي معاكي الرز ده زي البفتة البيضة. حتى لو انت حاطه سمنه صفرا مش هتديكي لون اصفر. تمام. حطيت الرز بعد ما نقيته وغسلته حلو وصفيته، حطيته على شويه الزيت ومعاهم معلقه سمنه. خدي بالك من الخطوات دي، عسل واحده واحده. وترشي عليهم نص معلقه ملح. ما بحبش احط في اكلي مكعبات شوربه. بحب الشوربه بتاعت اللحمه، بتاعت الفراخ. ممكن استبعد شوربة الفراخ البيضة، لكن طالما عندي لحمة او شوربة حلوة بعمل بيها الاكل بتاعي. افضل من مكعبات الشوربة يا جماعة. حتى لو عندك شوية شوربة صغيرين حافظ عليهم، حطيهم في الفريزر لأي أكلة تحطيهم فيها. بعد ما قلبنا الرز وحسينا ان هو نشف معانا، بسم الله ما شاء الله الله اكبر، ادي الكوارع بتاعتنا الجامدة جدا جدا. كوارع بقري حلوة، هي مش مليانة بس كانت زي العسل. الكوارع بقى يا حبيبة قلبي تجيبيها لو صغيرة كده، اللي هي ما بتاخدش سوا قوي، الصغيرة افضل من الفراخ البيضة. الكوارع احسن من الفراخ البيضة. الفرخة دلوقتي تجيبها بكام؟ ب120 150 جنيه. الكوارع برضو في الحدود دي، بس هتبقى فيها فايدة احسن، واكلة هترم عظم. إيه، لو حد شقيان وتعبان الاكلة دي احسن من الفراخ البيضة. نحاول ندور كده مع بعض على اكلات اللي فيها الفايدة. طبعا ما فيش غنى عن الفراخ، بس يعني مش بكترها، وكمان هي غالية. ايه بقى السر يا ستي؟ معلقة خل. طبعا انا حطيت كده شوية وهرجع احط كمان شوية، لان الخل بتاعي ده مش اللي هو المركز. بعت ابني جابهولي، فجابهولي من اللي هو العادي الخفيف، فحبيت ان انا احط ايه معلقتين مش كبار، يعني هنقول معلقتين شاي اتحطوا. تمام. خل على الرز. لو الخل بتاعك خل من نضيف الغالي هتبقى معلقة واحدة بس بتاعت شاي. حلو الكلام لحد كده، حلو الكلام لحد كده. وهتقلب الرز بتاعك، مش هيغير طعمه ولا الهوا، بس هيديكي رزاية زي البفتة البيضة.
ادي سر خطير عرفته لكم من اسراري. يلا عدوا الجمايل بقى. وهنبتدي نسخن الميه وننزلها عليه. جينا بقى للتخديعه بتاعتنا بتغلي، وبعد كده هنغرف الطبق الجميل